is pain. I wake up every morning, I'm in pain. I go to work in pain. Say my name. Don't let me leave, Murph! السلام عليكم. أكيد مر عليكم ال AI في كل شيء في الحياة، حرفيا ما خلى ال AI شيء إلا ودخل فيه. بس أكثر شيء اللي انضر من ال AI هم الكتاب. ما عم بيسأل ليش، أو يمكن ما سأل ليش، بس أنا بقول ليش عشان أكمل الفيديو. يعني المهم، لأن أغلب الموديلات اللي الحين منتشرة جات جي بي تي، براد، اسمها لانجويج موديل اللي هي نماذج لغوية. فهاي النماذج اللغوية شغلها ان هي تشوف ناس ونمطه وتحاول ان هي تتوقع شنو بيصير عقب. فهي اكيد يعني اذا انت ما تعرف الاي اي شلون يشتغل والنيورال نتورك شلون تشتغل، هاي موضوع ثاني وتحتاج انك تشوف فيديوهات اكثر. بس باختصار في الاي اي العلاقه بالكتاب ان اللانجويج موديل يكون كذي، انه هو يدربونه على نصوص، فيدخل ناس طلع ناس، يدخل ناس طلع ناس، لين ما يصير الاي اي قوي جدا في هاي الشيء. فمن أول أشخاص بينضرون بديهياً الكتاب. السؤال الحين يطرح نفسه، الكتاب أصلاً إحنا قاعد نتكلم عنهم من؟ أنا ما قاعد أتكلم عن كل الكتاب في هالمقطع، أتكلم فقط عن كتاب السينما، لأن هاي اللي تهمنا. لأن السينما الآن وأي مسلسل وأي فيلم تشوفه هو أساساً بدأ كسكريبت وكنص تم عرضه على مليون شخص لما يوافقون عليه، لكن المليون شخص كلهم لو مو الكاتب كتبه ما شافوه ولا عرفوا عنه. أي مسلسل، أي حلقة اختار من هاللي تبي، وراها أقل شيء مجموعة كتاب بعد، مو كاتب واحد، ولا بعد خذ الأكثر. المسلسلات الشخص اللي يدير الرؤية الفنية اللي هو الشورنر صانع المسلسل أغلب الأحيان يكون كاتب، ما يكون مخرج. أوكي يكون يعرف شيء في الإخراج أكيد، بس هو يكون أساساً كاتب. وهذين الكتاب شغلتهم في الحياة شنو؟ إنهم يأخذون تجاربهم في الحياة، يأخذون القصص اللي عاشوها، يأخذون القصص اللي سمعوها والقصص اللي قروها، وبعدها يحولونها إلى سكريبتات يسمونها سكرين بلاي أو نص شاشة. هاي ترجمة حرفية، بس هو ترجمته الأصح سيناريو سينمائي تم عمله كفيلم أو كمسلسل، ويتم رواية هاي القصة لك بشكل بصري بديع. فهي في الأساس الموضوع كله رواية القصة، وهاي النقطة اللي برجع لها عقب، وهاي النقطة المهمة. لكن هالكتاب مع دخول الاي اي شافوا ان الاستديوهات قامت تستخدم الاي اي، ومثل ما قلت انه في النهاية نص، والنص يعني اوريدي ترى يعني اللانجويج مودلز هذه مثل جات جي بي تي وغيره اوريدي يعني اعطوهم سكريبتات ونصوص لافلام ومسلسلات. فلانجويج موديل يقدر اوريدي الحين يكتب سكريبتات، مو افضل سكريبتات في الحياة، بس يقدر يكتبها الحين. اقول لك انه عقب كم سنه الان ينكتب السكريبتات من جات جي بي تي وتقدر تجربها الحين. فك براد وتقول له اكتب لي سكريبت ويكتب لك. هاي غير انه يقدرون الشركات يجيبون لانجويج موديل مالهم، سواء ايا كان لانجويج موديل، ويدربونه على النصوص مالتهم حرفيا، فيكتب لهم نصوص بالضبط على الطريقه اللي هم يبونها. لان الاي اي مثل ما قلت تشوف ناس والنمط ماله ويتوقع شنو بيكون العقب. فهاي حرفيا يقدر يسوي الاي اي. فالكتاب قالوا ضراب ومعهم الحق 100%. زين شلون الكتاب سووا الاضراب؟ هاي موضوع يتعقد، بس في نقابه الكتاب اسمها رايتر جيلد اوف امريكا. المهم ان هاي نقابه شغلتها في الحياه ان فيها كتاب يتجمعون يشكلون كيان يواجه الاستديوهات ويفاوضهم، والكيان ما وصل لحل مع الاستديوهات فقرروا اضراب. ما راح اتكلم عن شنو طبيعه هاي الاضراب وشنو تاريخه ومتى صار، من قبل في الثمانينات وفي 2008، وشنو المسلسلات اللي اثر عليها وشنو نتائجها الكارثيه. هاي كل مواضيع في هاي المقطع ما اعتقد ان هي لها مكان، لكن تقدر تشوف مقاطع مثل حق ابو اسماعيل في قناه غير مونتاج، نزل اعتقد مقطعين عن الموضوع، وفي الأجانب نزلوا مقاطع الدنيا والدين، فتقدر تشوفها وتقدر تطلع عليها. موضوع الآن، هل AI
راح ينهي السكرين رايتنج وراح ينهي الكتابة، ويصير الكتاب بس يطالعون السكريبت ويقيمونه عقب يعطونه اللي فوقهم، خلاص تدور العجلة بدون كتاب. لكن الكتاب في الأضراب ايش يبون بالضبط؟ النقطة المهمة انه يعني الحين بتقول شلون يعني الكتاب يبون الاستديوهات ما تستخدم اللانجويج موديل وما يعني تكون في حرية في الموضوع؟ ما هو التقنية موجودة، مردها عاجلا ام آجلا يعني لازم يستخدمون. يعني شلون انت الحين تبي الاستديوهات ما يستخدمون الشيء المتطور؟ طب وين قاعد؟ واقعا مو هاي اللي يبون الكتاب يبون تنظيم هاي الشيء، يبون الاستديوهات تحط قاعدة واضحة شنو دور الاي اي وشنو دور الكتاب. الحين تقول لي اصلا ليش يكون في كتاب؟ يعني خلي يولون، يعني خلاص خلي الاي اي يبدلون كامل. واقعا الاي اي الان وحتى مستقبلا صعب انه يبدل الكتاب. الحين تقول لي ليش؟ ما هو انت من شوي تقول انه يعني لانجويج موديل وذبحتنا في الشرح، شنو راح قاعد تقول انت؟ الموضوع كله فعلا الاي اي يقدر يطلع لك سكريبت ويتوقع سكريبتات، وممكن في يعني على مدى السنوات القادمه يصير يطلع لك سكريبت انت اصلا لو تقراه ما تعرف انه هاي كاتب وهي اي اي. لكن النقطه المهمه اللي الاي اي ما يقدر يسويها، الاي اي ما عنده تجارب، ما عنده قصص، ما عنده مشاعر. ترى الكتابه في النهايه مثل ما قلت هي في عمقها مشاعر الكاتب وتجاربه في الحياه والقصص اللي سمعها يحاول يرويها لك. الاي اي ابدا ما يسوي هاي الشيء. جزء من الدفء الموجود في الكتابه، وهاي الشيء ترى مو خيال، يعني هاي شيء واقعي. وهاي التفاصيل الصغيره هي اللي تخلي مسلسل ينجح ومسلسل يفشل، وفيلم ينجح وفيلم يفشل. انت بتقول لي ما اعتقد هاي الشيء، ما تعتقد هاي الشيء؟ كم مسلسل ينصنع في السنه وكم فيلم ينصنع في السنه؟ كم واحد منها انت تعرفه؟ ولو تقارن السكريبت بينهم ما صعب تلاحظ الفرق. لكن الدفء في الكتابة اللي يخلي فيلم واحد من عشرات الآلاف من الأفلام يكون فيلم ناجح، وهي اي اي ما يقدر يسوي. والنقطة الأخرى، الاي اي في النهاية هو قاعد يتغذى على شنو؟ على نتاج الكتاب. وهي الشيء سويت عنه مقطع تيك توك. انت لازم تتذكر في النهاية ان اللانجويج موديل يحتاج نماذج يشتغل عليها. فهاي النماذج لو تتخيل جاي دائرة بتكون داخل هاي الدائرة، فتخيل انت عقب فترة تنهي هاي الكتاب وتبعدهم، فانت ايش بيبقى وياك؟ بيبقى وياك دائره من النماذج القديمه اللي ما قاعد تتطور اصلا. فالاي اي بس قاعد يشتغل فيها في حدود هاي الدائره، فانت تحتاج اشخاص اللي يوسعون هاي الدائره، وهاي بالضبط هم الكتاب. فانت ما تقدر تنهي شغلتهم، لان اذا انت نهيت شغلتهم انت قتلت اللانجويج موديل مالك. تقدر تخلي اللانجويج موديل يساعد الكتاب بس في النهايه انت تحتاج الكتاب يكونوا موجودين. يعني فعلا ممكن اللانجويج موديل يستبدل بعض الكتاب اللي يسوون شغلات روتينيه يعني ويكونون داخل الدائره ما يوسعونها، بس دائما بتحتاج الكتاب انه يوسعون لك الدائره اللي يشتغل فيها اللانجويج موديل، لا شك فيه. والنقطه الثالثه، واللي الحين اذا كل هاي الحكي من قبل ما اقتنعت به انت الحين اعتقد الحين بتقتنع به، موضوع انك تستبدل شغلات حقيقيه باي اي مكانها، هاي بيخلي ما في كتاب. فأنت الحين ما خليت في كتاب، أنت قتلت أكثر ناس تقريبا نيردات يحبون الأفلام. فهاي الشيء بيختفي، وكل الأشياء اللي يسوونها الكتاب بتختفي، وبيكون لك الجوائز متكررة والأشياء متكررة. لما يكون ال AI بهاي الطريقة ينتشر، يعني يستبدل أول شيء الكتاب، يعقب يستبدل الناس الثانيين ويستبدل كل الأشغال، في النهاية شنو بيصير إنه ما في أحد يطالع الأفلام. إذا أنت قتلت المتعة مالت الأفلام بال AI ما حب تشوف أفلامك. وحتى يعني تقدر تقول خذها بمنظور مالي، أنت أصلاً لو ما عندك بيزات ما راح تشوف السينما، ما راح تشترك في نتفليكس، ما راح تهتم في ولا شيء. إذا أنت يعني ما تهتم في الأفلام أصلاً ليش تدفع بيزات حق الأفلام؟ فالإي آي إذا ما تم ضبطه راح يقتل الصناعة. لأن تخيل أنت حين تقتل صناعة الأفلام، كل اللي فيها يحبون الأفلام. فأنت إذا خليت ما حد يهتم في الأفلام، ما حد يحب الأفلام، مين بيطالع الأفلام؟ مين بيشوف الأفلام؟ وهاي الشيء اسقط على كل شيء، ترى على كل شيء، حتى في أغلب الصناعات. أنت إذا استبدلت كل البشر بالاي اي ما حد بيشتري المنتجات أو الخدمات اللي أنت تقدمها، ما حد عنده بيزات. وفي ناس يقترحون يقول لك لا، يعني تقدر تسوي جنرال بيسك انكم اللي هو الدخل العام البسيط. صحيح، وفي مقطع كامل في قناة 8 لأحد الخبراء يعني يشرح الموضوع بشكل أكثر، فتقدر تشوفه، بحطه في الديسكريبشن. لكن باختصار الاي اي إذا ما تم ضبطه الآن راح يدمر الصناعة بكل الطرق. أي طريقة تتخيلها ما يتم تنظيم الاي اي فيها راح يقتل الصناعة ويدمرها ويخرب الأفلام ويخرب المسلسلات. فلازم ينضبط. وهاي الشيء الشجاعة اللي عند الكتاب
ربما ما تكون شجاعة، ربما يكون لأنهم أول ناس انضربوا. لما يطلعون ويطلبون تنظيم الاي اي مو بس في الكتابة، مطلوب في كل العالم ينظم شغل الاي اي، مثل ما يتم تنظيم القنابل النووية يتم تنظيم الاي اي، لأن الاي اي إذا ما تم ضبطه راح ينفجر في النهاية. محمد يقول لي زين شلون ينضبط الاي اي؟ لا ينضبط، يتم إذا الناس ضبطوها تنضبط. الحين بتقول لي أنت ما أعتقد هالشيء بيصير. الحين القنابل النووية متى آخر مرة استخدموها؟ حرفيا آخر مرة استخدموها في اليابان، ما استخدموها عقب ولا مرة. من كم؟ من 80 سنة تقريبا. ما هو الموضوع إذا يكون الناس تعرف الخطر نظمه. ختاما رجوعا على موضوع الكتاب، صعب جدا مثل ما قلت الاي اي مهما وصل، الا اذا كان الاي اي وصل لمرحله انه يكون عنده وعي انه هو يستبدل الكتاب اللي عندنا، وحتى مرحله انه هو يوصل عنده وعي ويكون عنده تجارب في الحياه ويكون عنده قصص بيرويها، بيكون هو حاله من حال الكتاب الثانيين الموجودين. فالكتاب صعب جدا يتم استبدالهم في اي حال من الاحوال. ولكن تدري من الاي اي سهل جدا يستبدلهم؟ الاستديوهات، تحديدا المدراء مال الاستديوهات. هاي الشيء الغريب اللي تحسهم مو فاهمين هاي الشيء. مدراء الاستديوهات شو يسوون؟ يعتمدون على الارقام. مثلا يشوفون سكريبت قد يقدمه الكاتب ويشوفون الارقام اللي عندهم، كم مره سوينا سكريبت من هاي النوع، الافلام اللي استوت من هاي النوع والمسلسلات كم جابت بيزات، كم جابت فلوس، كم كانت عوائدها، شلون اشتغلنا فيها، كله من ناحيه ارقام، وبناء على هاي الارقام يقررون. فما تلاحظ شيء حرفيا موضوع ان الاي اي كان بيستبدل شغله، ترى هو الاي اي اسهل عليه بوايد انه يستبدل شغله المدراء اللي يبنون قرارات بالنسبه الى ارقام وانماط. من يسوي هالشيء بشكل جدا قوي الاي اي. فاعتقد هم دشوا في شيء هم نفسهم ما يعرفون اي قد هالشيء خطير، وربما هاي الشيء فعلا يستبدلون، يعني الاشخاص اللي يمتلكون الاستديوهات يستبدلون المدراء الموجودين باي اي، خلون الكتاب. ايش رايكم؟ اعطوني رايكم في التعليقات. وسؤالي لكم، هل تعتقدون الاي اي فعلا يعني بيوصل لمرحله انه يكون عنده وعي ويكون نشوف فعلا افلام مثلا من الاي اي مال جوجل، فيلم من الاي اي مال ديزني يكون معروف يعني متسمى الاي اي؟ هل تعتقدون ان هالشيء بيصير في السنوات القادمه؟ شنو رايكم في اضراب الكتاب؟ هل تعتقدون انهم يدلعون لو فعلا الشيء حقيقي اللي قاعد يتكلمون عنه؟ انا بس قلت كل اللي عندي، انتظر رايكم في التعليقات، وان شاء الله بحاول ارد على كل تعليق موجود. حسن السالم، قناة الدروازي. شكرا لكم على المشاهده، مع السلامه.